السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو انت بتذاكر الجرامر وبتحل كتير لكن كل شوية تلاقي نفسك غلطت في الامتحان، فالفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن 7 اخطاء بسيطة جدا لكن هي السبب في ان طلاب كتير يخسروا درجات حتى وهم مذاكرين كويس. اول حاجة ان انت بتحفظ القاعدة بدل ما تفهمها. يعني ايه؟ دي اكتر غلطة بنشوفها. الطالب يحفظ القاعدة بتتكون من كذا وكذا لكن عمره ما سأل نفسه ليه استخدمنا الزمن ده. اول ما السؤال بيجي بطريقة مختلفة يحس انه اول مرة يشوفه مع انه عارف القاعدة وحافظها، لكن المشكلة ان هو ما فهمهاش. عشان كده ما تحفظش القاعدة كأنها تعريف، افهم هي اتعملت ليه وامتى استخدمها. دي اول غلطة بنقع فيها. تاني حاجة بتعتمد على الكلمات الدالة اعتماد كامل. في طلاب اول ما يشوفوا كلمة زي since او while يختاروا الإجابة على طول، وده غلط لأن الكلمة الدالة بتساعدك لكنها مش هي اللي بتحل السؤال لوحدها. لازم تبص على الجملة كلها لأن ساعات الكلمة موجودة لكن القاعدة مختلفة. دي تاني غلطة بنقع فيها. تالت حاجة بتستعجل في الحل. أوقات الطالب يبقى عارف الإجابة لكن من السرعة يقرأ نص الجملة الأول بس ويختار، وبعد الامتحان يقول يا خسارة لو كنت كملت قراءة كنت هجاوب صح. خليك دايما تقرأ السؤال للآخر حتى لو حاسس انك عرفت الإجابة. ما تستعجلش في الحل. دي تالت حاجة. رابع حاجة بتذاكر الجرامر من غير تطبيق. في فرق كبير بين انك تفهم الشرح وانك تعرف تحل. ممكن تسمع فيديو ساعة كاملة وتحس ان كل حاجة سهلة لكن اول ما تمسك الامتحان تتلخبط. الجرامر ده زي الرياضة بالظبط، لازم تتمرن عليه، مش بس تسمع شرح وخلاص. لا، لازم نطبق على كل حاجة نفهمها. دي رابع حاجة. خامس حاجة بتحفظ الإجابة ومش بتفهم سببها. بعد ما تحل السؤال ما تفرحش ان الإجابة طلعت صح وخلاص. اسأل نفسك ليه دي صح وليه باقي الاختيارات غلط. لو عرفت تجاوب السؤالين دول يبقى انت فعلا اتعلمت. دي في اي مادة عموما مش في الجرامر بس. سادس حاجة بتأجل القواعد الصعبة. أول ما الطالب يلاقي قاعدة صعبة يقول هسيبها بعدين، وبعدها يجي الامتحان ويكتشف ان القاعدة دي موجودة. ما تسيبش اي قاعدة صعبة حتى لو هتذاكرها اكتر من مرة وهتتعب في فهمها، بس ما تأجلهاش للآخر. سابع حاجة بتفقد ثقتك في نفسك، ودي بتحصل معانا كلنا. في طلاب بيحلوا السؤال صح وبعدها يقولوا لا اكيد انا غلط، اكيد السؤال مش بالسهولة دي او مش الإجابة اللي انا عارفها، اكيد في فكرة، ويختارها الإجابة وتطلع الإجابة الأولى هي اللي كانت صح، وبيغير الإجابة الصح يخليها للغلط. لو انت حليت بناء على قاعدة انت فاهمها ومتأكد منها ما تغيرش إجابتك لمجرد الإحساس. ان في النهاية بقى قولولي ايه أكتر قاعدة انتوا بتستصعبوها علشان ان شاء الله اشرحها لكم في الفيديو الجاي، ونخليها بسيطة وسهلة مع بعض ونطبق الخطوات اللي احنا قلناها دي وما نقعش في الأخطاء. ومع السلامة واتمنى لكم كل التوفيق.